هنا ناصر منسي بصراحه انت محتاج تديله شوت اوت. بالنسبه لفريق زد عمل مباراه مقبوله، يعني بالنسبه لزد عمل مباراه مقبوله. شوط اول زد بعد ما استقبل هدف تعادل، يعني استقبل هدف تعادل في نهايه الشوط الثاني كان الطبيعي ان الزمالك هينزل يداش من الملعب، ولكن زد نزل الشوط الثاني ماسك نفسه، فريق عنده شكل فني داخل الملعب، بيلعب جيم مفتوح عادي جدا، ما قررش ان هو يرجع يدافع غير اخر 10 دقائق. يعني اخر 10 دقائق الزمالك بس تحكم في الجيم والزمالك مسك الملعب، يعني الزمالك تحكم في الجيم والزمالك مسك الملعب، انما غير كده زد ما كانش بيدافع وما كانش نوعا ما متراجع. الزمالك ضيع له 3 كرات النهارده، وهتقولي ما الثلاث كرات دي احنا لو كنا بنلعب ما كناش بنلعب 3 تحت كنا ممكن نضيع اكتر. تمام، ممكن كنت تضيع اكتر، بس انا تاني وتالت ورابع هقول لك ان ال3 تحت مبالغ فيها على الانديه بتاع الدوري المصري. الراجل نزل احمد الجفالي في الدقيقه 81، واعتقد ان ده يعني غريب انك تبقى جايب لعيب زي احمد الجفالي وتديله في الدقيقه 81، مبالغ فيه، خصوصا ان اللاعب ده يعني اللي متابعه في الاتحاد المنستيري هو لاعب جيد، مش لاعب كلاس ايه، مش لاعب واو، مش لاعب فز، بس هو لاعب كويس، عنده مهارات فرديه تقدر انها تخليه يعدي 1 على 1 في ماتشات فيها تكتلات كتير في الدوري المصري هتحتاج احمد الجفالي. اما كابتن سيف الدين الجزيري اللي انت منزله في الدقيقه 88 مكان عبد الله السعيد، دي تغييره غشيمه وبتثبت لك قد ايه بيسيرو موضوع قرايته للجيم عنده مشاكل كبيره. يعني الراجل بدا يتحرك في الدقيقه 70، شاف ان مصطفى شلبي محتاج يتغير وان هو ينزل ناصر منسي، وبعد كده شاف ان محمود حمدي الونش هو محتاج يطلع حد من تحت عشان انا مضطر ان انا اعمل ريسك. سيف الدين الجزيري في الدقيقه 88 لا كانت مبالغ فيها قوي، يعني سيف الدين الجزيري في الدقيقه 88 لا مبالغ فيها قوي، فبيصيروا موضوع التغييرات بتاعته كانت متاخره جدا جدا جدا. هارد لك لجمهور الزمالك رويدا بيبتعد عن التتويج بالدوري وبيبتعد عن المنافسه على المركز الاول، ودي نوعا ما حاجه سيئه بالنسبه لنادي الزمالك. ما ينفعش انك تقول ان نادي الزمالك كان في افراح بعد مباراه الاهلي والتعادل 1-1، لان التعادل في ماتش الاهلي والزمالك كان مخيب للفرقتين، فقصه انك تقول لي ان الزمالك كان فيه افراح والزمالك كان مبسوط دي حاجه بتسيء لنادي الزمالك، لان هنا الوضع بدا يختلف. يا اخوانا نادي الزمالك ما بيلعبش دوري ابطال بقاله سنتين، فهل السنه الثالثه جمهور الزمالك هيتقبل فكره ان الزمالك ممكن يلعب كونفدراليه السنه الثالثه على التوالي؟ هي غريبه، بس في كل حال من الاحوال وضع سيء وصعب يوصل بيه لنادي الزمالك. فهارد لك لمشجعين نادي الزمالك. وتاني وتالت ورابع التحكيم في مصر مش بيروح لطرف على حساب طرف، التحكيم في مصر ضعيف على كله.